السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين نعمل مع بعض القلقاس. اكله كده عايزه اقولك في السقعه دي بتدفي جدا وبتبقى حلوه جدا، وكمان في الصيام في شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضراتكم طيبين. بتبقى حلوه جدا على الفطار. اول حاجه كده بنجيب معانا طبعا القلقاس، بنكون طبعا مقشرينه مقطعينه لقطع صغيره كده، مكعبات صغيره. ومعانا بصلتين صغيرين كده زي ما انت شايفه. اول حاجه بقى اللي احنا بنعمله ده، دي تتبيله الفراخ، لان انا النهارده مش جايه اعمل قلقاس باللحمه، انا جايه اعمل قلقاس بالفراخ. عايزه اقولك القلقاس بالفراخ بيبقى طعمه تحفه بجد. هتجربيه الوصفه دي، مش هتعملي بعد كده غير القلقاس بالفراخ. اول حاجه كده بنعمل تتبيله الفراخ اللي انا كنت عملتها لكم قبل كده. عايزه اقولك بتبقى تحفه تحفه. بتسلقي الفراخ ازاي؟ بتجيبي بصلايه كده وبتفرميها في الكبة طبعا مع حتة من التوم، معلقة صغيرة من التوم، وشوية بهارات بقى، شوية ملح وشوية فلفل وشوية كزبرة ناشفة وسبع بهارات. وبتنزلي كده عليها، بتتبليها كده من تحت الجلد كلها كده. بصي، بتخلي ريحة الفراخ وهي بتتسلق على النار جايبة لآخر المكان، حلوة جدا. وبعد كده بقى بتجيبي حتة سمنة كده وبتشوحيها. الأول احنا عايزين نعمل شوربة عشان نعمل فيها القلقاس، فاحنا طبعا هنعملها بشوربة الفراخ. احنا بننزل بقى كده بالفراخ طبعا اللي احنا متبلينها دي. وبنبدأ بقى ناخدها تشويحة كده زي ما انت شايفة كده. طبعا اول ما بتعمل معانا لون كده، بتدينا اللون اللي انت شايفاه ده، بننزل بقى عليها بكمية المية بتاعت السليق اللي احنا هنسيبها بقى لحد ما الفراخ تتسلق معانا. وبعد كده بقى نبدأ نعمل القلقاس. احنا لحد دلوقتي ما عملناش القلقاس، احنا كل ده بنعمل في الفراخ او في الشوربة اللي احنا هننزل بيها في القلقاس. طبعا مع الشوربة انت بتحدقيها طبعا، بتحطي مكعب مرق وبتحطي ورقتين من اللورة وحتتين من الحبهان، عشان طبعا تعملي شوربة طعمها يبقى حلو. هنا بقى خلاص كانت الفراخ استوت، وهنا بقى انا بشيل اي حاجة، بشيل بقى ورق اللورة والحبهان، بشيل اي حاجة بتكون في قلب الشوربة، عشان انا بنزل بعد كده في نفس الشوربة، بنزل عليها بكمية القلقاس اللي انا هستخدمها. وطبعا بكون بشرة طماطمايه كده صغيرة وبحطها مع القلقاس وهو بيتسلق. وطبعا بحط بقى البهارات بتاعتي عشان انا زودت ميه، بحط شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح بصل. هنا بقى انا بجيب بقى طبعا الخضره اللي انا هحطها على القلقاس. انا بعمله بكزبره خضراء، ما بعملوش بسلق. صراحه جربيه كده بالكزبره الخضراء بس، هتلاقي طعمه في حته تانية خالص. والله هتعشقي القلقاس. مع طبعا معلقة كده كبيرة من الثوم المفروم، لو عندك ثوم مصحح يبقى مثلا حسبة 5 أو 6 فصوص من الثوم، مع معلقة سمنة كبيرة كده. بتنزلي بقى كل ده كده على النار. طبعا هي الكزبرة انا مش باخد العيدان، انا باخد الورق بتاعها بس. يعني انا مش باخد عيدان الكزبرة، انا باخد الورق بتاعها بس. وبعد كده بقى ببدأ احطها على النار لحد ما تديني بقى التشويحة اللي انا عايزاها. انا طبعا بحمصها كده، علشان انا لسه هطحنها في المطحنه عشان تبقى ناعمه خالص. يعني هنا خلاص كده انت بتفضلي تشوحي فيها لحد ما تبقى بالشكل المحمص ده. وبعد ما خلاص كده بتديكي الدرجه دي، بتنزلي بقى عليها في المطحنه كده عشان انا عايزاها تنعم خالص. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك فيها، ده فضلا طبعا وليس امرا. آه، عشان يوصلوا كل الفيديوهات وكل الحاجات الحلوة اللي احنا بنقدمها. طبعا هنا كان القلقاس استوى معايا كده خلاص، انا بوريه لكم بقى بعد السليق اهو. هننزل بقى عليه بالكزبرة اللي احنا طحناها في الكبة. بصي بقى هي بتبقى عاملة زي السائل كده، بتبقى تقيلة طبعا وبتبقى سائل كده. بتنزلي بقى على الكمية كلها، طبعا انا بنزل الكمية كلها زي ما انت شايفة كده. وبتبدأ بقى تديني الشكل ده بقى. عايز اقولك كان طعمه تحفة 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 بجد. طبعا بتقدمي بقى مع رز، بتقدمي طبعا مع الفراخ اللي انت كنتي سلقاها، طبعا بتحمريها. انا هنا محمرة الفراخ في سمنة عادي، مش مدخلها فرن ولا حاجة. وهنا بقى ده شكله النهائي بقى. عايزه اقولك شكله وريحته وطعمه كان تحفة.
والله جربي الوصفة دي، هتعشقي القلقاس، وولادك هيحبوها كمان. وهنا بقى طبعا بتقدمي مع رز ابيض بقى، وطبعا بألف هنا. إيه، يا رب كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تكون بتعجبكم ويا رب كده تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومستنية بقى تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. ويا رب كده القلقاس يكون عجبكم، والطريقة كمان تكونوا استفدتوا منها وتكون سهلة وبسيطة. ان شاء الله كده مكملين مع بعض.